لا تربوا أولادكم كما رباكم آباءكم فلقد خلقوا لزمان غير زمانكم. التربية الإيجابية مفهوم ناس كتير قوي فهماه غلط. التربية الإيجابية مفهومها عند ناس كتير قوي إن أنا ابني لما يعمل حاجة غلط أروح أقول له ليه كده يا حبيبي؟ تعملش كده تاني عشان كده غلط، وده مش صحيح. التربية الإيجابية هو إن أنا أنتهز فرصة إن ابني يعمل حاجة غلط وأبدأ أفهمه عواقب الموضوع وعواقب اللي هو عمله، ونطلع بدرس من اللي حصل ده. التربية الإيجابية بين القبول والرفض. ناس كتيرة جدا كانت بتقول لا، تربية أبهاتنا وأمهاتنا زمان أحسن 100 مرة من التربية الإيجابية. القصة كلها إن القيم ما بتتجزأش، نفس اللي أهلنا ربونا عليه هي نفس القيم ونفس المبادئ اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، مع اختلاف المجتمع وتحديات المجتمع اللي موجودة حاليا. ما تيجي أسمي التربية الإيجابية إنها التربية المبنية على المبادئ عشان أنشئ بيها أو أربي بيها طفل سوي في المجتمع. إن أنا أمدح تصرفات إيجابية دي في حد ذاتها تربية إيجابية. يعني لو أنا ابني مغلبني في إنه يصحى كل يوم الصبح بدري وجا في يوم صحى لوحده بدري، هقول له برافو وهمدح التصرف الصح ده، هو بعد كده هيحب إنه هو عايز يقوم بدري لوحده. التربية عموما الكلام فيها لا ينتهي. إحنا محتاجين نوازن ما بين القيم زمان ونديها لأولادنا بطريقة صح في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، عشان ما يقولوش علينا ابسط حاجه دقه قديمه، عشان نعرف نواكب العصر بتاعهم ونقول كلام يفهموه ويستوعبوه. انا حابه اسمع ارائكم وحابه اسمع تجاربكم وحابه اسمع طبقتوا ايه في تجارب كتير قوي في تربيتكم لاولادكم عشان استفيد منكم. الغرض ان احنا نفيد بعض ايا كان كل واحده بتربي ولادها بالطريقه اللي تناسبها. حابه اسمع ارائكم، حابه اسمع طرق والاساليب اللي جربتوها في تربيه ولادكم وجابت نتيجه كويسه، واتمنى ان انا كمان اكون في التكو. وافتكري دايما it's never too late.